انتشر واحد الفيديو في التيك توك ديال واحد الشخص شافوه الناس وبقاو كيشبهوه بالزرزور. أخطر مجرم في المغرب ومحكوم عليه ب68 عام ديال الحبس. عباس الزرزور دخل مجال الإجرام بسرقة الناس وبيع الخمر والمخدرات. دخل بزاف المرات للسجن وكان عايش في غابة بوحدو بعيد على الناس. كان كيعس على واحد الطريق خاوية وكيسرق السيارات في الليل. ارتكب بزاف الجرائم بحال الاغتصاب. واحد النهار تهجم على شيفور ديال الكاميو، صفى عليه وسرق الكاميو وهرب بيه. بداو مجموعة كبيرة ديال البوليس كيقلبوا عليه كل نهار. واحد النهار شافوه ولكن هو ماشي كيجري، كيطير ودخل الغابة وخبر. البوليس دعاو الهليكوبترات، الكلاب، الشنطار هما يشدوه وحكموا عليه ب68 عام ديال الحبس. دابا نرجعوا للفيديو المنتشر. الشخص اللي في الفيديو سميتو عبد العزيز والزرزور سميتو عباس. خرج بصريح بانه كيعاني من الناس، انه كيخافوا منه في الزنقه وكيتنمروا عليه. خلاصه كنتمنى من الناس يخليو عليه هاد السيد في التقار، راه ما عنده علاقه بالزرزور، والزرزور اصلا راه في الحبس دابا مسجون بسبب الجرائم اللي دار. عبد العزيز هو شخص عادي حالي وبحالك، مزوج وخدام على راسو وجود باي.